أنت كطبيب يعني شلون تكتب دواء أو تطيب نفوس الناس نعم. في أغنية أو إحساس أو شعور؟ شلون رأيك يعني؟ من خلال هذا قصدي. يعني الأغاني هي بذرة لموقف. هي من خلال الأغنية والموسيقى. نعم. أكيد. إيه. يعني إحنا ليش نقول الأغنية بالذات، ما نقول الموسيقى؟ إحنا كسومريين ما عشنا مثل الباقين، ما فصلنا الموسيقى عن الأغنية إذا تلاحظ. إيه صح. يعني عادة تراثنا كله عبارة عن شعر ملحن اللي هو الأغاني. وحتى من ترجمة موسيقيا هي أغنية أساسا. هي أغنية. م- فلهذا السبب الموسيقى العراقية مرتبطة جدا بالغناء. م. فدائما من نحكي عن موضوع موسيقى فتخطر ببالنا أغنية. فمرات أغنية تشافي يعني حالة فراق، أو بها حالة أمل، أو بها حالة تصبر إنسان على ألم معين، أو مرتبطة بذكرى حلوة. يعني أكيد أكو أغاني هسه من تسمعها تبتسم، لأن تذكرك بالطفولة، تذكرك بذاك الوقت، بوقت مسؤوليات قليلة، الآلام أغنية بسيطة. حبيتها وأنت طفل وتدندن بيها يعني يعني استأثرت بيها يعني. آه، طبعا كلش أحب أغاني سعد الحلي. نعم. يعني طبعا. حبيب أمك ما تقبل من حاجيك، روحي معلقة بيك، وأمي مفرعة تدعي يا ابني يهديك، روحي معلقة بيك. تبعوا لها صح. يوميات. إيه. يوميات.